بما إن صوت الكابتن بهاء عجبكم، فأنا حبيت أطلع لكم مرة تانية. مساء الخير يا كابتن بهاء، عايز حد يزقك وأنت بتتكلم ولا إيه؟ أحب أقول لك ده اللي الإعلام الرياضي بيعمله بقاله سنين وأنت بتتفرج وساكت. زي ما أنا بقول لكم النهارده يعني وبيقول إن هم يعني مش قادر إن هو الإعلاميين عندنا في مصر أكتر من 70% منهم ولا دارسين إعلام ولا عندهم ثقافة كافية عشان يكونوا إعلاميين، وأغلبهم لعيبة معتزلة مش لاقية شغل. وأنا بحثت ودورت عشان أعرف المتطلبات اللي لازم تكون عندك عشان تكون إعلامي رياضي. نجيب سبورتنا الجميلة ونشرح عليها بالراحة واحدة واحدة. دخلت على موقع جورناليزم يونيفرسيتي، وده موقع أكاديمي شهير بيتكلم عن مهارات الصحفيين والإعلاميين، وكمان على موقع أكاديمي تاني اسمه ايموس سبورت بزنس سكول، ودي كلية متخصصة في كل حاجة تخص الرياضة، بتعلمك إزاي تكون مدير لمنظمة رياضية، إزاي تكون إعلامي رياضي، أو حتى مخرج برامج رياضية. فأنا خدت شوية من هنا على شوية من هنا وعملت لك كوكتيل حلو كده وهبسطه لك. أنا هسمع حضرتك كوكتيل من الأستاذ اللي هو بيجي مع الأستاذة في الفيلم، اللي هو ممثل وجميل وحلوة كده. الراجل هو بتلاقيه هو لا اوعى تقول. تعالى أوضح لك فكرة إزاي تكون إعلامي رياضي زي ما الأكاديميات بتقول. خد بقى عندك رقم 1، المعرفة العميقة بالرياضة والصناعة الرياضية. يعني إيه؟ يعني لازم يكون ملم بكل جوانب الصناعة الرياضية، من تاريخ لاعبين وفرق وجانب اقتصادي وجانب اجتماعي وتاريخ أنظمة اللعبة. مش هروح بعيد، تعالى شوف الشوالي، بص كمية المعلومات اللي عنده. هي مصر 6، نيجيريا 3، عام 63 في غانا. هو سامولي تو 18 جول. طبعا الشادلي لاعب مصر سجل 12. صلوا على النبي. ايمن منصور مصر الجابون 23 ثانية سكوندا في استاد المنزه. صلوا على النبي يا حبيبي. رقم 2، الدقة والاهتمام بالتفاصيل. الإعلام المحترم ما ينزلش الحاجة إلا لو متأكد منها 100%. حطه على الشاحن. الموضوعية والحياد طبعا مش محتاج أشرحها، الكلام ده مش موجود عند ناس زي خالد الغندور أو إبراهيم عبد الجواد اللي بيقولوا انتمائهم علني كده قدام الناس. والله العظيم يا جدع، طب نعمل ايه طيب؟ والله العظيم الدنيا غريبه. والله رقم 4، أخلاقيات المهنة، ودي بتندرج لكذا حاجة زي مثلا الصدق. والله احنا طبعا بنتمنى ان الزمالك يحسم الدوري النهارده ونفوز بالدوري عشان ما نخشش في جدالات كتيره. حاسس كده ان الاهلي ممكن ياخد كاس العالم للانديه. الاهلي هياخد كاس العالم للانديه. الشفافية، احترام الخصوصية. شغال في المقاولات مع شركة محترمة اسمها الشربجي في سينا وكده، والحمد لله يعني. ايوه شغال ايه برضو بنا يعني شغال لا شغال واخد شغل منهم من الباطن يعني، خرسانات وكده برضو. مش عارف ان انا جاي اضحكك. ماشي جود. احترام قواعد النشر، يعني ما اسرقش مجهود غيري او اسرق سبق صحفي من برنامج جنبي وانزله وانسبه ليا. مسؤوليه كلامك، مسؤوليه انك واقف قدام جمهور ممكن تقول لفظ معين فيلقطوا منك عيل صغير هتبقى مشكله. وعدد الاطفال المعترف بيهم دي بس 4 ماشي، غير اللي بره بقى. يعني ايه؟ اللي على الارض بقى اللي اترموا. خش على اللي بعدها وهي الاسلوب. لازم يكون الاعلامي عنده اسلوب يشدك كده، يعني كل مره لما يجي يفتتح البرنامج بتاعه يعمل انترو مميزه تخليك مهتم وتقعد تتفرج، زي انترو محمد سعدون الكواري. قلت لكم قبل كده كلنا عارفينها وكلنا بنحبها. اسعد الله اوقاتكم متابعي بين سبورت اينما كنتم. وزي مثلا يعقوب السعد هنا، تعال اوريك الانترو بتاعته. من انهر الوطن تنساب مياه الخير راويات للروابي والحقول، من جبال الوطن يندفع الطيب والعطر، سحابات منها كل فصول الذهول. رغم الفشل ورغم الترقب ورغم الانتظار، مساء الخير. وإن رحل اتحاد الكرة وجاء 1000 اتحاد، فسيأتي كما اعتدنا النهار. لن يسلبوا منا الأمنيات، لن يمنعوا الشمس من الشروق. حاولت يا جماعه اتخيل ان مذيع مصري يقولها، ما جاتش معايا سكه. فجات لي فكره كده، ولقيت اسلام الغنيدي شاب لذيذ كده وبيقلد الاعلاميين. قلت له ما توريني كده لو ايمن يونس هيقولها ازاي. خليني اقول لك يا ابراهيم، مساء الخير. الباقي رغم اشرف عبد الباقي الصامت في وجه كل شيء، لان مساء الوطن
مصر هي دي مصر يا ابراهيم. خليني اقول لك ان النهارده الفرحه البرجوازيه في المدرجات والشعور اللاواعي والتكاتف اللا ليبرالي اللي بيحصل النهارده في الملعب. نخش في اللي بعدها وهي الفضول والبحث المستمر، متابعة الجديد في الرياضة، البحث في قضايا عميقة، يحضر دورات، ياخد كورسات، يطور من نفسه. ده طبعا ما بيحصلش رغم ان عندهم الامكانية المادية لده. نقوم نطين على اللي بعدها وهي شخصية الاعلامي، لازم يكون واثق من نفسه وهو واقف قدام الناس ومركز في كلامه وواخد باله هو بيقول ايه. من طب فجأة لو بتتكلم صيدله. هو صيدلة دي هندسة؟ معلش انا معلوماتنا هو دقيق شويه. هو دقيق. يعني صيدلة دي مش طب؟ لا صيدله حاجه وطب حاجه، يعني الاثنين مجالين غير بعض. لا ده بجد؟ يعني حضرتك دكتور ولا؟ دكتور. بس دكتور صيدلي مش طبيب. حبك دايما بعد الاهلي مين؟ بعد الاهلي ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي دي اهم السمات عشان تكون اعلامي يطلع على التلفزيون. السمات اللي انا وريتها لك دي مش عند اكتر من نص الاعلاميين، وهوريك بالامثله. هنمسك مثلا ابرز اللعيبه اللي اقتحموا مجال الاعلام وكمان قعدوا على قلوب الناس عافيه. البطء الشديد اللي بيتكلم بيه الاعلاميين ده غريب ومش مفهوم، ودايما بسال هو ليه موجود عند اغلب الاعلاميين، وليه هم ما اشتغلوش على النقطه دي وحاولوا يعالجوها. كم واحده حبيتها قبل ام يوسف؟ كتير. لا ما بتكلمش على العلاقات غير البريئة. مين غير ام يوسف؟ انا مش مبطئه يا جماعه والله. المشكله ان الاستاذ اسلام صادق بيطلع في كل حته حرفيا. بقيت ناقص يطلع لي من الشطاف، فاهم؟ لازم اتلسع كده الاقيه طالع لي من الشطاف يقول لي يا كابتن شد السيفون يا كابتن. وعنده طاقه جعير رهيبه في رضا عبد العال. هو كيف عنده يجيب رضا عبد العال وابو الدهب ويقعدوا ساعه كامله يزعقوا في بعض. زعق ليه؟ مين اللي انا برد عليك على حاجه انت قلتها؟ انت كنت بتقاوحني، كنت بقول لك مش الراجل عشان المعلومات كنت بتقعد يبقى لما اقول لك على معلومه بعد كده تسمعها. يا جماعه عمرنا ما بنشوف الكلام ده في الوطن العربي، حتى مش هقول لك بره. في لقطه هنا مثلا حسستني ان كابتن اسلام صادق ده ذكاء اصطناعي مثلا. هنا هيعمل وضعيه غريبه وهيقول لرضا عبد العال امبي. مين ده؟ امبي. بعدين رضا هيكمل كلامه وهيفضل يتكلم حوالي 3-4 دقايق كده عشان اسلام ما يغيرش اي رياكشن عنده، وبعدين يقول له بنفس الاسلوب بنفس كل حاجه فيهم الاهلي والزمالك. فيهم الاهلي عمل معايا فيهم الاهلي اتغاب منه 2. تحس في حاجه غريبه كده صح؟ في حاجه اغرب بيعملها كابتن اسلام صادق. يجيب لك خبر مثلا زي ايه؟ يقول لك اجتماع طارئ من مجلس اداره نادي مودرن فيوتشر عشان يناقشوا قرار مصيري في النادي. طب انا بضحك ليه؟ لان كابتن اسلام صادق هو احد اعضاء مجلس اداره نادي مودرن فيوتشر. انا مش فاهم ايه جو مسلسل اللعبه ده، لكن انت ما ينفعش تشتغل اتنين مع بعض. محمد صلاح يا كابتن ابو الدهب ما تستهاجمه بعد احتفال بشعار الزمالك، بعدما احتفل بشعار الزمالك عقب تحتيمه رقم قياسي جديد في الدوري الانجليزي يا كابتن ابو الدهب. بعد اذنك ازاي اللجان هتبدا تهاجمه؟ نيجي نقارن مثلا الناحيه الثانيه كابتن مجدي عبد الغني. كابتن مجدي عبد الغني بيتكلم في مواضيع ما تنفعش على الهوا مثلا زي كده. انا عايز اسالك سؤالين انت يا مجدي. اتفضل. يا فندم اتفضل. انت ليه قلعت البنطلون لاحمد مجاهد بس؟ بقى حبيبك دلوقتي؟ والله ما حصل. وطبعا ما ننساش الجمله الشهيره بتاعته بقاله 700 سنه. قد ايه في هذا؟ بقاله 700 سنه 700 وشويه كمان. هنا مثلا نسي واجباته الاعلاميه ونسي يرحب بالضيوف اساسا. طب انت مش هترحب بينا الاول؟ ويا ريت الاعداد لا مش هرحب. لا مش هرحب. اصحاب مكان يعني هو. في مره كابتن مجدي عبد الغني عمل حاجه غريبه جدا. طلع في حلقه يشتكي ويقول ده حتى المانجا اللي كان بيبعتها شيحه واحنا اعضاء في اتحاد الكوره بطل يبعتها بعد ما خرجنا من اتحاد الكوره، عشان شيحه يتصل بيه بعدها بكام دقيقه ويقول له يا كابتن انت بره الاتحاد من 2019 وانا ببعت المانجا في ميعادها. فمجدي يهزر معاه ويقول له معلش يا ابو الشيح اصلها اتاخرت شويه. فابو الشيح يقول له عيب عليك انا بتاخر بس بجيب لك الاورجانيك. مكالمه زي دي يا ريت الناس تفسرها لي في الكومنتات ايه غرضها. هل ده ينفع من اعلامي على الملأ كده؟ عايز اقول لك حاجه بس، هو قلع البنطلون جوه اوضه عيب؟ ده غير انه ما استكفاش بده وراح اقتحم مجال التعليق. وبص مخارج الحروف عنده عامله ازاي. كويس لحد دلوقتي وادي بيبقى عرض الملعب. ايه؟ بص الانفعالات بتاعته دي مش انفعالات معلق. شرويده اتردد قعود عاشور حطها اي يا وراس رمضان هعرفك في حلقة منفصلة عن سمات المعلق وازاي تكون معلق عشان ودنا جابت دم من المعلقين المصريين. واصرارك وانا ايه شافه بيكسكس لك شو قلت لا ما ينفعش. نخش على اللي بعده وهو كابتن شادي محمد. يتميز كابتن شادي محمد بالموضوعية وعدم الانحياز وبيقول كلام منطقي جدا زي كده. المجد
فعلا للشهداء هتعرفوا ليه دلوقتي لما تظهر على الشاشه قدامكم. كان ممكن الهدف يجي في الدقيقه 95 و20 ثانيه، ما كناش هنقول الكلام ده. كان ممكن الهدف يجي في الدقيقه 94 و30 ثانيه، ما كنتش هقول اللي انا هقوله دلوقتي. بصوا الوقت يا جماعه، في الدقيقه 90 يعني 95 و23 ثانيه، اطرحوا ال 23 من ال 95 هتطلع 72. يعني روح الشهداء كانت حاضره، اللي احنا بنقول لهم مستحيل ننساكم. ده انت حتى ما تعرفش النادي الاهلي بالنسبه له ايه. بس انت مش متخيل النادي الاهلي بالنسبه لي. صلي على النبي خلاص. صلي على النبي يا كابتن شادي. انسب حاجه من وجهه نظري لكابتن شادي محمد من خلال لقاءاته اللي انا شفتها ان هو يعمل مسلسل جعفر العمده 2. لعيب بيعتزل ياخد زي المتألق نجم الفرقه يا باشا، ده بيعتزل، ده بنقول له باي باي، انت يعني كتر خيرك على السنين اللي انت عملتها وبتاع. واحنا البلد الوحيده بنعمل كده. الاهلي ده نادي كبير جدا، ده كسب من طوبس وزرس الليان وتعادل مع بنها الحر. في حاجه يا باشا ولا ايه؟ المشكله ان ده كان اعلامي لفتره طويله وواجهه لقناه النادي الاهلي، وده اسلوب كلامه. هل حد مقتنع ان ده اسلوب كلام اعلامي؟ زي ما احنا سخنين كده نخش في اللي بعده، وهو كابتن بندق الغندور، راجل اعلامي مش منحاز برضه زيهم. الحياه بقى لونها كارتي، وانا كارتك وانت كارتي، كارتي 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 كارتي. ده غير كمان ان هو بيحترم زمايله. اقسم بالله ده حصل. رحت قايل له ايه؟ مين معاك يا دكتور؟ هو في حد؟ انت داخل على بيتكم؟ ده انت داخل على الهوا. والله العظيم تنرفزت، قلت له داخل على حضرتك في حد بيخش ويقعد يستنى على التليفون ومش عارف ان هو داخل على التلفزيون؟ قال لي لا. بقول له ما قالوا لك؟ ما حدش قال لي. قلت له ما قالوا لك ايه يا دكتور؟ قالوا لي خليك معانا. وفاهم وواعي جدا لكلامه ومركز هو بيقول ايه. زي اللقطه دي هو ورضا عبد العال. رضا عبد العال هيحط تشكيله تجيب المكسب، بس التشكيله دي ناقصه لاعب. ايه الخطه اللي تلعب بيها؟ ما انا بقول لك هلعب بدفندر واحد والباقي كله طاير، باك رايت طاير، باك ليفت طاير، وفي 3 هيبقوا هم يعني 4-1 4-1 4-1 3-1 4-1 3-1 تلعب كده. ربنا يخليك. ده كلاعب، بس انا عايز اسال حضرتك سؤال كمدرب هتدرب نادي الزمالك. اسال يا حبيبي. ايه خطه 4-1 3-1 اللي حضرتك هتلعب بيها؟ انت مش عايز تكسب؟ عايز اكسب، هكسب ناقص 1. حضرتك بتقول 4-1 3-1 يعني هتلعب ب9 لعيبه. هو قصده 4-1 2-1 قصده كده يعني. كابتن خالد راح مطير 2 لعيبه اصلا، ولا ومش هيكتفي بده كمان، ده مش هيعرف يحسب اللعيبه اساسا. لا هو يمكن او 4-1 انت كنت بتقول 2 راس حربه صح؟ ده ورا في خط الدفاع. تمام. واحد ديفندر يبقى دي 5 و3 يبقى كام؟ 4-1 3 4-1 ادي 5 و3-1 ادي 9 صح. 4-1 3-2 صح. انت عايز تلعب بديفندر واحد. بديفندر واحد يبقى 4-1 4-1. ايه هو لا اوعى تقول. بصوا هو كويس في الكوميدي مثلا، يعني لقطه احمد فتحي بالنسبه لي دي تخليه يعدي. احمد فتحي النهارده لازم نضمه لمشروع البطل الاولمبي، ممكن يجيب لنا ميداليه في التايكوندو. يعني النهارده في ماتش النهارده ممكن لا ياخد ذهبيه لا برونزيه لا فضيه في التايكوندو. احمد فتحي بيلعب كاراتيه النهارده. احمد فتحي طول الماتش ياي كده، هو ده النهارده كده. احمد فتحي ما لعبش كوره النهارده خالص. والحكم يروح عامل فاول يقول له انت لازم تروح تمثل كوميدي. كابتن خالد طب ما يمثل ادوار كوميديه، ورينا كده يا سيدي. الجوزيه اصل دايما بيبعت لي رسايل بس انا منفضه له بصراحه. الجوزيه بيبعت لك رسايل؟ ايه بالعربي ولا بالبرتغالي؟ بالبرتغالي طبعا، عشان كده مش عارفه اقراها. عشان كده لابسه البرتغالي. ايه ده؟ لا خلاص بسحب كلامي. يعجبني دايما في اللعيبه المعتزلين لما يبقوا اعلاميين احترامهم المتبادل لبعض، زي ابراهيم سعيد هنا وهو بيحترم كابتن احمد شوبير. كابتن شوبير وهو بيتكلم انجليزي. تعال نشوف. Do you have any kind of sorry. انت مين حضرتك عشان تقتحم الكلاس؟ كلاس؟ The armed forces or not? انت عامل فيها ان انت اعلامي كبير ولغات وخريج الاي سي. انت بقى طالع عمال تتكلم بتقول انا واحسن اعلامي ومش عارف جايزه السوبر جيت اللي انت خدتها 13 مره من 14 ولا 15 من 14 مش عارف،
ويمكن احتمال تاخدها السنه دي. ابراهيم سعيد برضو من الناس اللي نطت مره واحده وبقى اعلامي. ليه وايه المقومات وايه الاسباب؟ الحقيقه ما تفهمش. المشكله انه كلاعب كان مشهور جدا بمشاكله وخناقاته وحوار الصبغه الحمراء بتاع ايفرتون، فانتوا جايبينه يبقى اعلامي ازاي؟ يعني حتى لما بيستضيفوه بيتسال اسئله غريبه جدا وهو بيجاوب اجابات اغرب، زي لما اتسال عن رانيا يوسف. ريح الفنانه رانيا يوسف من ايام عن الموضوع ده، تعالوا نقراه ونسمع تعليقاتكم. عارف تمام. رانيا يوسف بتقول ان الرجل المصري لا يهتم بنظافته عكس اللبناني. طب هي بتستحمى اصلا؟ هو ايه السؤال ده اصلا؟ يعني دي مواضيع تتقال في التلفزيون؟ المشكله انه عنده نفس اللكنه بتاعت شادي محمد دي، اللي هي تحس محمد رمضان في ناصر الدسوقي بيتكلم. ماشي، احنا عايزين ندي برضه الراجل حقه. انا واحد من الناس نتكلم قبل ما اسمعني بس، اسمعني احنا ما بنصدق نص ساعه لا حياتك والله زايد عليا. اكتر حاجه بقى مستفزه لاغلب جمهور الكره المصري هو استاذ محمود عزب. يا استاذ محمود، بتطلع في الراديو والتلفزيون والاعلانات ورئيس مجالس اداره انديه، يعني سبت ايه ما بتطلعش فيه؟ انا حاسه فعلا بيصحى من النوم على الراديو على طول. الو، ايوه يا كابتن، احنا SM فاضل على الهوا 5 ثواني. انا جاهز. ومعانا على الهوا كابتن شوير. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير وصباح الفل وصباح الجمال على مستمعي نجوم SM. النهارده جايبين لكم اخبار كتير جدا جدا من كل مكان. السؤال اللي دايما بساله، طب هو بيلحق ينام امتى؟ يعني النهارده اجازه، فين الشغل يا موني؟ ازاي يا كابتن حضرتك بتنام 49 دقيقه بس في اليوم؟ ده غير ان هو كان عامل مسلسل في رمضان، يعني اتمنى تلاقي وقت تنام فيه. عندنا حد مثلا زي الكابتن مهيب عبد الهادي. كابتن مهيب لو حكيت لك حكايته فهو اساسا خريج تربيه رياضيه ومالوش علاقه بمجال الاعلام، وبدايته كانت من ظهوره المتكرر في برنامج الكاميرا في الملعب لو حد فاكره. كان كل شويه بيطلع كضيف لحد ما وشه اتعرف شويه، وبعدها اتحول لمراسل. مفروض ومن وجهه نظري انا وكل مشجعي الكره المصريه، وبقولها على ضمان الكابتن بهاء، كابتن مهيب ما كانش يطلع من حته مراسل دي، لانه اصلا كان عامل مشاكل فيها. تجاوزات من الجماهير ضد النادي الاهلي. لو سمحت وسع الكاميرا. مش هتقدر تدي الباور اللي انت هتديه قبل الفطار بعد الفطار. الفطار هيبقى الماتش قريب قوي من الفطار، فمش هتلحق تعمل حاجه. بس مصر وغانا خلاص دخلنا في الامطار الاخيره لمباراه مصر وغانا. مبروك يا شيماء. الله يبارك فيك يا مهيب، ومبروك للشعب المصري. مصر وغانا مستمرين معاك، وتغطيه خاصه وحصريه على الهواء مباشره. تضحك كده على طول، اهم حاجه اللي بتتقال. قولش نجاح الموجه يا جماعه. لكن للاسف هو نط مره واحده من مراسل لاعلامي وبقى ليه برنامج. ربنا يرزقه ويزيده، انا ماليش دعوه بالنقطه دي، لكن يعني احنا بعاد قوي الصراحه. يا ترى بعد ما عرضت لك كل الكوادر الاعلاميه دي، ايه الصفات المشتركه بينهم؟ يا ريت تقول لي في الكومنتات. فابريزو رومانو ده المدير الفني الجديد لليفربول. حاجه هتكلم فيها سريعا وهي الاعلاميات اللي بيطلعوا، وطبعا مش هعرض صورهم. هل عندهم المقومات الاعلاميه اللي تخليهم يطلعوا؟ الحقيقه ان انتوا فاهمين وانا فاهم يعني. فربنا يهدي بتوع القنوات اللي بيستخدموهم الاستخدام ده. ربنا يهديكم. ده اللي واقفه تقول انت مش عاجباك الوقت؟ لا مش ما ينفعش تكون عامل استوديو تحليلي وتيجي فجأة بدون مقدمات تقوم حاطط لي ممثل كوميدي في قلب الاستوديو. انت كده بتخدعني مش بتفاجئني. زي مثلا اللقطة دي، ده ماتش الاهلي وبدافست الجنوب افريقي. بيومي فؤاد بيعمل ايه هنا؟ استاذ بيومي فؤاد كان بيتفرج، كان في حماس، الراجل قال انا عايز اطلع واكلم جماهير النادي الاهلي. استاذ بيومي برحب بحضرتك. اهلا كابتن شادي. ماشي تمام، عايز تجيب ممثل وتحطه اعلامي ما عنديش مشكله، اعمل زي بين سبورت لما جابوا يوسف الشريف. ليه يوسف الشريف؟ اولا عمل فيلم العالمي، ثانيا ممثل عنده كاريزما ويشدك ولبق وكلامه مترتب، ده غير انه اساسا كان في ناشئين الاهلي، يعني لاعب كوره. زيتنا في دقيقنا اهو، ما رحناش بعيد. كمان انت كنت لعيب كوره، كنت بتلعب في ناشئين الاهلي، دي حاجه ما كنتش عارفها. مظبوط. يعني من كام يوم منتخبنا صعد كاس العالم وجايب لي أسقس في قلب الاستوديو. مع احترام الأسقس طبعا، بس ده ممثل كوميدي جايبه وقت صعود مصر لكاس العالم. ليه؟ الا لو ده حدث كوميدي من وجهه نظرك. هو حضرتك ليه واخد كلامه يعني كانه كلام مهم يعني؟ ده انت حيوان بقى. مرة طارق نور مخرج الإعلانات المشهور وصاحب قنوات القاهرة والناس قال لك في حاجة في التلفزيون اسمها البرايم تايم. إيه البرايم تايم ده يا ترى؟ بالنسبة للتلفزيون توقيت مهم جدا، وإلا لما يجي يقول لك أنت حط إعلانك في برايم تايم، أنت متأكد من حاجة، أنت عندك عادة عربية مصرية إسلامية إن بعد الفطار بيتفرجوا على التلفزيون. الله، ده أنت عندك منجم ذهب وعندك مشاهدة بالملايين. ده يخلينا نسأل سؤال، هو البرايم تايم وقت الذروة بتاع التلفزيون بيكون امتى بره رمضان؟ اقول لك ان البرايم تايم ده بيكون وقت ماتشات الاهلي والزمالك، كل الناس حرفيا بتتجمع قدام التلفزيون لما هم بيلعبوا. طيب انا بحكي كل ده ليه؟ عشان اقول لك ان بالرغم من التجمع الرهيب ده على التلفزيون وكل الملايين اللي بتقعد تتفرج دي، الا ان المعلنين بيكونوا معلنين ضعاف جدا. يعني مفيش رعاة زي طيران الامارات او طيران قطر او حتى بيتزا هات، مفيش الناس دي. واحد مصحصح كده من اول الحلقة يقول لي طب ليه يا كابتن بهاء مفيش الرعاة العالميين
الملايين دول؟ اقول لك ان الناس دي عندها تيم مسؤول عن التحليل، وعارفين اننا كلنا وقت البرامج الرياضيه مش بنركز ومش بنهتم، وكمان بنعمل ميوت للصوت. فمين معلن هيجذب بملايين من فلوسه عشان جمهور مش مهتم اصلا يسمعه؟ وده على فكره من مسؤوليه فريق الاعداد بتاع البرامج. يعني هوريك لقطه مثلا، دول 2 اعلاميين قاعدين مع بعض بيقول له انا بعمل صينيه بطاطس ملهاش حل. لا ماشي، صينيه انا ما بطاطس بقولش في كلها. مشكله. برضه كويس، كل حاجه في صينيه بطاطس. انا سمعت ان انت محمد فاروق عيب عليك، عملت له صينيه بطاطس بص وشوي ايه في الساحل، بس ما كانتش لمحمد فاروق. لا والله عمل الفاروق، والله ده هو اللي طلبها وقعد خايف وبتاع، وتعمل له صينيه بطاطس. انا محمد فاروق قعد بص شرد. هل دي حاجه معلن كبير ممكن يحط فلوسه عليها؟ اعتقد ممكن لو جرب البطاطس بتاعت ابراهيم سعيد. سنعود بعد قليل. انا عارف ان جمهور القناه هنا مهتم بالكره المصريه من جوه المطبخ، لكن ساعات بيبقى عندنا اهتمامات بمواضيع مختلفه وصعب اتكلم عنها، يعني مش حتتي، لحد ما لقيت قناه خيوط. الحقيقه فريق القناه كلمني وقال لي انهم عايزيني اعمل لهم تسويق، وبصراحه انا بخاف من الموضوع ده، يعني عمري ما بحب اعلن عن حاجه الا لو مقتنع بيها بنسبه 100%. فاتفرجت بصراحه وانبهرت، وقدامكم اهو شوفوا شغل الجرافيكس وال3 دي اللي معمول في الفيديو ده. شغل تيم سينمائي الحقيقه، مش مجرد قناه يوتيوب. القناه دي مش بس عندها مونتاج خرافي، لا دي بتناقش مواضيع وقصص تخليك تفضي نفسك وتتفرج عليها وانت بتاكل. الستايل جديد جدا ومريح للعين، والمصادر بتاعتهم موثوقه ومدققين ورا المعلومه زينا بالظبط. المفاجاه بالنسبه لي ان قناه خيوط لسه جديده، وان كمان التيم بتاعهم 5 اشخاص بس. انا مش جاي اقول لك اعمل سبسكرايب وخلاص، لا انا عايزك تعمل زيي، خش شوف بنفسك وتاكد ان اللي بيقدموه شغل محترم ويستاهل المتابعه فعلا، وخدها مني بضمان الكابتن بهاء. غير لي بقى الاوتفيت، نرجع لموضوعنا. هل اليوتيوبرز ينفع اجيبهم واقول عليهم اعلاميين؟ الحقيقه هو لو بيملك السمات الاعلاميه تمام، انما لو غير كده لا. والحوار اتجرب قبل كده وفشل كتير، وهقول لك ازاي. بس قبل ما اقول لك، ينفع الدحيح اعمل له برنامج تلفزيوني واحطه في التلفزيون؟ ما ينفعش، لانه راجل ستوري تيلر، يعني بيحكي حكاوي كانه قاعد معاك على القهوه. لو لبسته بدله وقعدته كمحاور او كاعلامي مش هينفع معاك. طيب الحوار قبل كده اتجرب في مين وفشل؟ لو حد فاكر هشام منصور بتاع برنامج العلم والإماو اللي كان بيتقدم على اليوتيوب. عدنا اليكم من جديد. جابوا له ديكور ومعدات وفريق اعداد ومدحت صالح، واتعمل له برنامج تلفزيوني كبير، ولا نجح ولا جاب مشاهدات، حتى ما جابش فيوز على اليوتيوب اللي هو بيته الاصلي. والحوار اتكرر برضه مع عمرو راضي وفشل. طب معنى كلامك ان كابتن عبد الرحمن مجدي اللي هو اصلا محاور ما ينفعش كده ان هو يطلع على التلفزيون عشان هو بيعمل برنامج على اليوتيوب؟ اقول لك ان عبد الرحمن مجدي اساسا كان مذيع في ميلودي سبورت. ما تستغربش انا عرفت المعلومه دي منين، يعني معاك الكابتن بهاء كونان. الاغنيه دي معموله عشاني. عشان كده هتلاقي البودكاست بتاعه نجح بشكل سريع. وفي سبب اخر لنجاح البودكاست بتاعه، وهو انه ما بيجريش ورا الريتش ولا الاستعطاف، اللي هو اصلا شغل برامج التوك شو اليومين دول. تعالى كده اوريك. هنا حسام عرفات افتكر ابنه الله يرحمه طبعا ويجعله من اهل الجنه، وعيط لما افتكر ابنه، طبعا ربنا يصبره، عشان عبد الرحمن مجدي يشيل الكادر من على حسام عرفات وما يجيبوش وهو بيعيط. انت ما قصرتش، هو خد بالك يعني اكيد انت ما قصرتش، يعني الاقدار دي كنت رافض اطلع في اي برنامج، مش عايز اتاجر بحوار ابني. لا مش عايز الناس مش متاجره ابدا، مش حتى متاجرة أبداً. كان موقع في الجول عمل فيديو مراتي زعلت، يعني زعلنا لنفسنا، زعل النفس. رفضت ان انا اطلع طول فتره حياتي دي، مش عايز العب بحد يعطف عليا. لو برنامج بقى من بتاع اليومين دول هيبروز حته العياط دي كعنوان على اليوتيوب ويقول لك شاهد دموع محمود الليثي مثلا لما افتكر نفسه ايام زمان، المشكله تفتح الفيديو تلاقيه بيعيط عشان كان بياكل اندومي. انت اصلا فاتح الفيديو وانت بتاكل اندومي، يعني مش هتعرف تتعاطف معاه. انه كنت محتاجه يبقى ساندني بس. كان عامل انت فاكره ان انا هعيط بعد شويه؟ مش لا هيحصل. والله خالص. واحد عينك كده يقول لي طب ما احمد امين كان يوتيوبر بس نجح في التلفزيون. اقول لك ان احمد امين اتقدم بشكل مختلف تماما، برنامج كله سكتشات وبيعتمد على فكره ان انا بحكي حكاوي، حاجه جديده وما شفناهاش قبل كده في التلفزيون. نفس فكره برضه برنامج باسم يوسف. برنامج باسم يوسف لما اتقدم ما كانش شبه اي برنامج بيتقدم وقتها، وده سبب نجاح باسم يوسف برضه كيوتيوبر اعلامي. ودي حاجات استثنائيه وما بتحصلش كتير. لازم تختار اللي يكون واجهه اعلاميه لبرنامجك ولفكرك. انت بتعمل برنامج وبتصرف وبتجيب ديكور وبتجيب فريق عمل جبار ومسؤول اضاءه ومونتاج وليله كبيره، وفي الاخر ايه؟ 10000 فيو، 5000 فيو، ومحدش دلوقتي بقى يقعد قدام التلفزيون. مش هنضحك على بعض. اتعلموا من الكابتن بهاء مثلا. انا عامل الليله دي كلها بتوفيق ربنا في المقام الاول، ثم في المقام الثاني انا من غير مايك ولا اي حاجه، وبقعده الطبليه دي عامل الهايلامان ده كله الحمد لله. فيا ريت يعني ما تبخلوش علينا بالسبسكرايب.
يا كابتن بهاء، هو كله وظيفته قطران كده؟ مفيش اعلامي رياضي محترم من وسط كل الاعلاميين والبرامج دي؟ الحقيقه في كتير عادي جدا وهتكلم عنهم، زي مثلا هاني حتحوت يملك السمات الاعلاميه، قارن بينه وبين اللعيبه المعتزله اللي تحولوا لاعلاميين وانت تفهم. كمان الاستاذ محمد المحمودي اعلامي لابق درجه اولى، بحب اتفرج عليه جدا والراجل حببنا في الدوري الايطالي. وابراهيم عبد الجواد لابق وكاريزما جدا، لكن لازم ياخد باله من حته الانتماء دي. وعندنا كمان كريم خطاب، وعندنا البرنامج الاحلى والامتع وهو برنامج كريم حسن شحاته. البرنامج ده كلنا كنا بنستناه وكنا بنحبه، وكمان افكاره كانت متنوعه، احسن من برامج المناظرات اللي شغاله دلوقتي اللي مليانه افلاس فكري واضح. وعلى راس كل اللي ذكرتهم دول هو الاعلامي الانجح ابراهيم فايق. ابراهيم هو مسيره نجاح الحقيقه الكل يتعلم منها، لكن انا بصراحه وحشني كابتن ابراهيم بتاع زمان، كابتن ابراهيم بتاع برنامج السوبر او الحريف. قهوه فايق دي مش جايه سكه معايا بصراحه. اتمنى الكابتن ابراهيم يرجع للحته الزمنيه بتاعته. وما ننساش طبعا الاستاذ الليسي بتاع قناه الاهلي، الراجل ده كان موضوعي جدا ومهني جدا جدا، واعتقد زملكاويه كتير كانوا بيفتحوا قناه الاهلي عشان خاطر الراجل ده. وما ننساش طبعا الحقبه الذهبيه لبرامج نايل سبورت زي بيت الرياضه ومصارعه كابتن ممدوح فرج، وطبعا استاذ طارق رضوان والبرنامج الاشهر الكره الافريقيه، وطبعا كابتن شلبوكه ده اعلامي زي ما الكتاب بيقول. في نهايه الحلقه حابب اكد تاني، طالما هتعمل برنامج وتصرف وتجيب ديكور وفريق اعداد ومونتاج والليله الكبيره دي، ركز في انك تختار الواجهه الاعلاميه، انك تختار الشخص اللي يكون واجهه لكلامك، لان الديكورات والصرف اللي انت بتعمله ده اي حد قاعد على اليوتيوب دلوقتي ممكن يعمله عادي جدا، وكمان هيجيب ارقام ضعف ارقامك. ويا ريت ما تبقوش مفلسين في الافكار، هاتوا افكار جديده، نوعوا للناس، هاتوا حاجه تشد الناس للتلفزيون مره تانية بدل ما الناس هجرته وبطلوا يقعدوا قدامه. ومش كل ما تحس ان الدنيا ضاقت بيك تروح جايب يوتيوبر عشان يزق لك المشاهدات شويه، فاهمني؟ في افكار تانية، في مساحات تانية، دوروا اتعبوا عشان تلاقوا جمهور يستقبل كلامكم. مفيش جمهور هيستقبل كلام بدون مجهود في البرنامج بتاعك. وباكد تاني، قبل المجهود لازم نختار الشخص المناسب اللي يقول الكلام. ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بالاداء الصوتي للكابتن بهاء. اتمنى ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب. وهل ترشح الكابتن بهاء يكون اعلامي ولا لا؟ انا يعني بلاش. نوروني على فيسبوك وانستجرام، وان شاء الله في حلقه قادمه هنتكلم عن المعلقين زي ما قلت، وهنشكر الزميل محمد سعدوني الكواري، وهنتكلم عن علي محمد علي وغيره من المعلقين اللي جابوا لنا الكافيه. وحابب اشكر المتالق اسلامي الغيداني على التقليد المميز واللذيذ ده. سايب لكم لينك كل اكونتاته تحت في الديسكريبشن، والسلام عليكم.